السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد البريوش أو فطائر محشية اللي كتجي روعة روعة. لا من ناحية العجين اللي كيجي واحد العجين اللي قطني وخفيف، ولا من ناحية الحشو، فجربوه وردوا عليا في التعاليق. فندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي ناخد واحد البول، غادي نوضع فيه 4 الكيسان ونصف ديال الدقيق الممتاز اللي سبق لي غربلته. الكاس اللي كنعبر بيه هو الكاس ديال العنبه. غادي نضيف واحد الملعقه ونصف ديال السكر الخشن او سكر حبيبات، وغادي نضيف ايضا نصف ملعقه صغيره ديال الملح لان هذا البريوش غادي يكون مالح ان شاء الله. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزيت النباتي، وغادي نضيف ملعقه مع مرش ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز. غادي نضيف ايضا حبه واحده ديال البيض زائد ابيض بيضه، والاصفر نحتفظ به للدهن. وغادي نحتاج ايضا الحليب دافي باش غادي نجمع هذا العجين. غادي نحتاج تقريبا هزات معايا انا هاد الكميه ديال الدقيق، هزات معايا كاس ونصف ديال العنبه ديال الحليب. ممكن تهز اقل، ممكن تهز اكثر على حساب النوعيه ديال الدقيق. غادي نجمع هاد المكونات. غادي نضيف الخميره الكيميائيه، نسيتها ما ضفتهاش في الاول، ماشي مشكل. عندي 8 غرام ديال الخميره الكيميائيه. صافي غادي نكمل العجن ديال البريوش ديالي. العجين ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش عاوتاني قاصح، كيكون بين وبين. نتوما غتشوفوا القوام ديالو كيف ما كتشوفوا. بقى ليا نصف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف هنايا من بعد ما هبطتها لسطح العمل غادي نضيف لها واحد الملعقه ديال الزبده. غادي نحاول ندخلها فيها بهذه الطريقه، وغادي ندلكها في نفس الوقت غير واحد شويه. كيف ما كتشوفوا العجين راه كيبان ماشي خفيف وماشي قاصح، وكيف ما شفتوا انني ما دلكتوش بزاف لانه غيبقى واحد المده ديال ساعه كيرتاح وغادي يدلك راسو براسو. فمن نعيش راسي معاه. ندوزو الحشو. عندي بصله متوسطه مقطعه، عندي فلفله خضراء مقطعه، فلفله صفراء مقطعه، وفلفله حمراء مقطعه، وجوج فصوص ديال الثومه محكوكين. غادي نحتاج ايضا صدر الدجاج او صدر الديك الرومي مقطع، وعندي كميه قليله ديال القزبر ومعدنوس. غادي ناخذ مقله، غادي نوضع فيها زيت الزيتون، غادي نوضع فيها البصله والفلافل ورشه ديال الملح، وغادي نديرها على نار اللي تكون عاليه واحد شويه باش هذاك الماء ما يطلقش ليا بزاف. صافي غادي نشحرها شويه على هذا الشكل، وغادي نضيف ليها صدر الدجاج، وغنضيف معاه القزبر والمعدنوس. وهنايا غادي نضيف التوابل اللي غادي نحتاج. غنضيف القليل ديال الابزار، القليل ديال السكينجبير، والقليل ديال الخرقوم بلدي، وملعقه صغيره ديال البابريكا او الفلفل الحلو. وغادي نضيف ملعقه صغيره مملوءه ديال التوابل ديال الدجاج. غادي نخلط هاد العناصر جيدا ونخليهم حتى كيتشحروا ليا وما يبقاوش طالقين الماء كيف ما كتشوفوا. صافي هنا من بعد ما تشحرات ليا الحشوه ديالي غادي نضيف في المرحله الاخيره الزيتون مقطع باش يطلق هذيك البنه ديالو قبل ما نطفي. وصافي هنا الحشوه ديالي صبحت جاهزه. غادي نطفي عليها ونخليها تبرد، وندوز نتلاقى معكم في تشكيل العجين. العجين كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو من بعد ما ارتاح واحد المده ديال ساعه. صبح عجين على هذا الشكل، عجين لين كيف ما كتشوفوا الفقاعات. هذا الدليل على نجاح العجين. غادي نهبطوا لسطح العمل، نحاول نخرج منه هذاك الهواء اللي كيكون فيه باش نشكله.
انا هنا غادي نقطعو، غندير 6 ديال الكرات. فكيبقى لكم الاختيار، كتقطعوا ديروا حبات اللي كيكونوا كبار ولا متوسطين ولا صغار، لكم الاختيار. بالنسبه ليا خرجت 6 ديال الكرات حجم متوسط. غادي ناخذ الدقيق نرشو على سطح العمل، وغادي نسرح الكره الاولى على هذا الشكل. كيكون الشكل ماشي دائري، بحال الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو. السمك ما كيكونش رقيق بزاف وما كيكونش غليظ. غادي ناخذ قطعه ديال البيتزا او اي سكين حاد، غادي نقطع على شكل اشرطه، غير النصف ديال هاد العجين، النصف الفوقاني، اما النصف التحتاني غادي نوضع فيه الحشوه بهذا الشكل. وكنحاول نخلي دوك الجناب ما كنوصلش ليهم الحشوه صافي. وغادي نوضع فوق هذيك الحشوه موتزاريلا او اي فروماج كتفضلوا، وكنحاول نجبد العجين ونلف ونلصق هذوك الحواف ديال العجين باش الحشوه ما تخرجش لينا. من بعد ما شكلت العجين ديالي صباح على شكل حربول، حاولت نجبدو شويه باش نحل هذوك الاشرطه، وشكلته بهذه الطريقه. حاولت نلف لي الاطراف ديالو ونقرصهم جيدا باش يلتصقوا. في حاله الا كانت كميه الدقيق كثيره شويه وما التصقوش لكم، كديروا ما بيناتهم واحد شويه ديال الماء، غير كدهنوا بشويه ديال الماء غير بصبعكم، وكتلصق لكم هذيك العجين. وهذه الكره الثانيه نحاول نعاودها معاكم. كنسرح العجين، كنقطعو على شكل غير النصف ديالو، كنقطعو على شكل اشرطه، كنوضع الحشوه والموتزاريلا، كنجبد العجين وكنلصق. كنحاول نقرص عليها مزيان في الجناب كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه باش الحشوه ما تخرج، وكنلف على شكل حربول. من بعد كنجبدو واحد شويه، غير واحد شويه، نحاول غير نحل هذوك الاشرطه صافي. وكنجمع هاد الاطراف بهذا الشكل. كيف ما شفتوا في الاولى ما كانش عندي العجين، ما شاطش ليا العجين بزاف، وفي هاد الثانيه شاط ليا شويه ديال العجين. كنقطعو عادي، يعني درت معكم الاولى في شكل والثانيه الا شاط لينا شويه العجين كيفاش غنتعاملوا معاه. صافي هنا من بعد ما كملت الحبات ديالي، هذا هو الشكل ديالهم. كنخليهم يختمروا تقريبا واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق، غير واحد شويه كيختمروا صافي. وكناخذ اصفر بيضه وكنضيف ليه الحليب وكندهن هاد الاشرطه كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. من بعد غادي ناخذ جنجلان وكنرش هاد الفطائر ديالي. كنحاول نرش غير الاشرطه الفوقانيه. غادي نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نوضع حبه ديال الزيتون اسود في الوسط.